النهاردة هنعمل مع بعض الكبسة الترند، كبسة إلهام، بمكونات سهلة وبسيطة. وهنعمل كمان معاها سلطة الدقوس. لو أول مرة تشوفوني أنا شيماء، يلا بينا. هنقطع بصلة كبيرة حلقات بالطريقة دي. هننزل بيها في حلة سخنة على النار مع زيت نباتي، ممكن تضيفوا سمنة زي ما تحبوا. هنحمر البصل هنا عشان احنا عاوزينه يبقى زي بصل الكشري. في الوقت اللي يتحمر فيه البطاطس هنعمل مع بعض سلطة الدقوس. هي عبارة عن طماطم وفلفل رومي وتوم. هنفرمهم في الكبة وننزل عليهم بالتوابل بتاعتنا، كمون وكزبرة وفلفل اسود وطبعا ملح بس. وبعد كده هنحط خل وزيت نباتي، وكده بقت جاهزة عندنا سلطة الدقوس. ما بيحلاش الرز البسمتي إلا بيها، خطيرة. هنرجع تاني للبصل بتاعنا ونشوفه. البصل احمر تمام، هننزل عليه بالتوابل بتاعتنا، هنزلها لكم في الكابشن. هنحط التوابل ونحمرها مع البصل لحد ما ريحتها تبان معانا، مش هنحمرها كتير. بعد كده هننزل عليها بفص ثوم مفروم وطماطمايه مفرومة ونشوحهم برضو مع بعض. هنشوح شوية لحد ما كله يمتزج مع بعضه. وبعد كده هننزل بالفراخ، ممكن هنا ننزل بفراخ، ممكن ننزل بلحمة زي ما تحبوا. ممكن تعملوها بأي مكون تحبوه، ممكن كمان تتعمل بصدور فراخ بس. طريقتها سهلة وجميلة. هنشوح الفراخ برضو مع الخلطة شوية لحد ما تاخد لون، وبعد كده هننزل عليها بكمية المية المغلية ونسيب الفراخ تتسلق أو تاخد لها يعني غلوتين تدخل في السوا. اول ما نلاقي الفراخ بتاعتنا دخلت في السوا هننزل عليها بكمية الرز البسمتي بتاعنا. هنا بنزود المية عن المعتاد، يعني لو كوباية الرز البسمتي بتاخد كوباية ونص مية، لا هنزود المية عن المعتاد شوية علشان الرز بتاعنا يطلع طري. علشان هي دي طريقة او فكرة كبسة إلهام، ان هي تطلع طرية شوية زي المبكبكة. هنغطي وهنسيبه على نار عالية لحد ما يشرب ميته، وبعد كده هنهدي النار خالص لحد ما يستوي. وبس كده وهتكون جاهزة معانا في دقايق. طريقة سهلة وبسيطة ولذيذة، ياريت تجربوها وتقولولي ايه رأيكم. بيتقدم معاها سلطة الدقوس وممكن كمان سلطة زبادي زي ما تحبوا. وبالهنا والشفا. لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ياريت لايك وسبسكرايب.